بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالتي إلى المسؤولين في المملكة العربية السعودية حقيقة هو ما يخص سجناء التجارو في سجون السعودية ومعاناتهم. أحببت أن أوصل رسالة، وأرجو من كل من تصله رسالتي أن يعينني على أن نشرها إلى أن تصل إلى أهل الخير، إلى المسؤولين في المملكة العربية السعودية. أولا أحب أن تكون لي مقدمة قصيرة جدا فيما يخص هذا الأمر. تعرفون ما يعانيه التجارو في إثيوبيا، وهو الحرب عليهم والتصفية العرقية. وأنا يعني لي عشم كبير جدا في أن الشعب السعودي والمسؤولين السعوديين كما تعودنا منهم دائما منذ زمن طويل أنهم يعني من أهل الكرم، ولكن كل بلد لها حكمها، لها قانونها، أنا أتفهم ذلك. ولكن أنا أحب أن أنوه أنه أول ما خرجت من بلدي كان عمري 10 سنوات ودخلت إلى السعودية، ولا أحمل من السعودية إلا الذكريات الجميلة. أيام دراستي للصف الخامس، ثم بعد ذلك أو للصف السادس يعني جئت إلى السويد وكان عمري 16 سنة. فأنا أحمل ذكريات جميلة من السعودية، أيام زمان، أيام ما كانت الدنيا بخير يعني. ونسأل الله أنه ما زال فيها الآن أيضا خير كثير. فنحن كما تعلمون هاجرنا للسويد، والسويد كما تعلمون ليست دولة إسلامية، دولة مسيحية من البداية، لكنهم يحتضنون كل الناس، كل من يأتي إليهم بأطياف مختلفة، بأديان مختلفة، ولم نجد منهم إلا كل الاحترام. ونحن ندعو في السويد، يسمح لنا بالدعوة، يسمح لنا أن نمارس ديننا. فبالتالي لا نجد معاناة كمسلمين، ولكن وننشر أن الإسلام فيه رحمة، لأنه فعلا الإسلام دين رحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ربنا قال فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، نحن نتكلم في هذا الأمر دائما، أنه الإسلام دين رحمة، وأنه المفروض الناس تتراحم فيما بينها. فلما نسمع أنه تعاني ناس كثيرة في السجون الآن، أنا ناس كثير جدا طلبوا مني ربما يصل هذا الصوت للمسؤولين في السعودية. التجارو اللي موجودين في السجون السعودية ليسوا فقط هم الإثيوبيين عموما، ولكن التجارو يجدوا معاناة كبيرة جدا لأنهم تجارو. وحتى في السجون أخت اتصلت علي تقول أنه امرأة يضربونها، الإثيوبيون الآخرين يضربوا هذه المرأة لأنها من تجراي ويقول عنها جنتا وإلى آخره، وتبكي. يعني حتى في السجن معاناة عندهم. السجن عموما هو له صعوباته كما تعلمون. فنحن في حيرة كبيرة جدا صراحة. يعني أنا لا أخفي عليكم أنه صعب أن الناس تقول لهم أنه الإسلام دين رحمة، وأنه الإسلام يحترم الإنسان ويحترم كل شيء، وعندما يسمعون أن السعودية التي تمثل أرض الحرمين الشريفين، أرض مكة وأرض المدينة المنورة وأرض الرسول صلى الله عليه وسلم، الدين الذي خرج للعالم من هذه الأرض الطيبة، فصعب جدا نسمع الآن أن هناك أناس يعانون. ونحن أول أناس في تجراي وهم أهل النجاشي، لأنه نحن أحفاد النجاشي. عندما وجدوا معاناة الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. فاستقبلهم النجاشي الصحابة وسمح لهم أن يعيشوا في أرض الحبشة. كما تعلمون الهجرة الأولى والهجرة الثانية، وما زالت حتى مقابرهم توجد في تجراي، في منطقة اسمها وقلو أو لعلو. ضريح النجاشي وضريح الصحابة موجودة هناك.
كما تعلمون، أنا لا يخفى عليكم هذا الأمر، السعودية خاصة تعلم أنه هذا التاريخ موجود. وكما تعلمون السعودية لها دور كبير أيضا في أنها ساعدت ناس كثير باستقبالها للعاملين في السعودية. والمنكر الذي يقول أنه لم يستفيد من خيرات السعودية، لأنه ناس كثير جدا أولادهم تعلموا، والآن كثيرين أيضا من الأجانب موجودين حتى الآن. لكن الظروف تتغير، ونحن نحترم ظروفكم الوطنية وقوانينكم الوطنية أيضا. لكن أنا لي رجاء فقط من أهل الخير ومن المسؤولين اللي في السجون الرياض، في السجون السعودية عموما، أن ترحموا هؤلاء الناس، لأنهم أبي أحمد لا يستقبلهم، وإذا استقبلهم يعتبرهم أنهم من الأسرى اللي جاءوا من الحرب، وهم ليسوا أسرى، وكثير منهم قتلوا، كثير منهم من النساء مع أطفالهم قتلوا. والآن أيضا لا يستقبلهم، وإذا استقبلهم يقتلونهم. فبالتالي يا إما أن تسمحوا لهم أن يهاجروا إلى بلد آخر مثلا، أو أنكم ترحموهم بأن ينتظروا في سجون. حتى هم يقولون نحن السجون السعودية أخير لنا أو أرحم لنا من أن نذهب إلى رصاصات أبي أحمد، لأنه يقتلهم كما تعلمون. وأهل تجراي يعانون معاناة كبيرة في كل الأماكن، حتى في إثيوبيا أيضا أعمالهم تقلق، مثلا دكاكينهم مجرد أنهم من تجراي. فبالتالي يعني ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيضا ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فنحن نحتاج يعني نكون صورة جميلة جدا عن الإسلام اللي أنا أعرفها، وإنه أنا قرأت عنها، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان فيها صورة جميلة جدا مع النصارى، مع كل العالم، تعامل معهم باحترام وبمعاملة يعني ما نستطيع نقول عنها إلا إنها هي أفضل معاملة في العالم. ولكن الآن نحن كمسلمين حقيقة يعني صورتنا أصبحنا نخجل من هذا الأمر. كيف نقول نحن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه يعني جاء بدين رحمة، وفي نفس الوقت نحن لا نرحم الآخرين، لا نرحم الآخرين في هذه الموقف الصعب. يعني هؤلاء الناس حتى لو أرسلوا يدخلون إلى النار، يعني يأخذوهم ويقتلوهم. وشباب كثيرين جدا، يعني شباب في عمر 20 وفي عمر 25، وأمهات مع أطفالهم. وكما تعلمون ماتوا في السجون أيضا كثيرين جدا. وعندنا مشاهد بالفيديو، مشاهد يعني مأساة وهم يعانوا في السجون بالحر وبدون أن يكون لديهم أكل. حقيقة أنا يؤسفني جدا أنه أنت ترى في بلد الحرمين أنه هذا الموقف يحصل. فبالتالي أنا يعني أتوسم منكم أنه ترحموا هؤلاء الناس. أنا أعلم ربما أنه لا يصل لكم صوتي هذا، لأنه من أنا حتى يصل للمسؤولين في السعودية أو للأمراء أو للملوك. أعلم أنه ما يصل، لكن إذا ربنا أراد ممكن أن يصلكم. يعني كل شيء بقدرة الله، وأنا عشمي بالله سبحانه وتعالى كبير جدا، أنه ربما يصلكم، ربما يحن قلوبكم على هؤلاء الناس. كل الأوتوبيين، أنا لا أقول التجار فقط، كل اللي موجودين في السجون حقيقة هم بني آدمين كلهم. أنا أيضا لا يفرحني أي إنسان يعاني في السجن هذا، لكن أنا أنوه إن التجار يعانون أضعاف المعاناة الآخرين، لأن الإثيوبيين الآخرين يصلون إلى أهلهم في أديس أبابا وفي المناطق الأخرى، لكن التجار يقتلون، اللي من تجراي يقتلون. فهذا حرام، والله حرام. يعني أن يحاربوا وأهلهم يموتوا، ونساء تجراي يعني اعتدوا عليهم. كما تعلمون العالم يعلم كل ما يحدث في تجراي وفي إثيوبيا. فبالتالي يعني أنا خجلت من ناس كثيرين، أيضا خجلت من النصارى اللي يقولون ليش يفعلون هذا الشيء؟ إذا ما يستطيعوا يعملوا لهم شيء يتركوهم لبلد آخر، يرسلوهم للسودان أو يرسلوهم لمصر. وأنا أيضا أطلب من مصر ومن السودان أن تستقبلوا هؤلاء الناس حتى تنفرج كربتهم. يعني أنا ما عندي كلمات صراحة، ما عندي كلمات، والله ما عندي كلمات. يعني هؤلاء الناس لما تراهم في السجون يعني يتقطع قلبنا نحن.
لأنه إيش ذنبهم؟ لا هم سياسيين ولا هم أي دخل بهذه الأشياء، فلا يستطيعوا يكونوا في بلدهم ولا يستطيعوا يكون في البلد اللي موجودين فيها. أي نعم ربما دخلوا بدون إقامة، ما عندهم إقامات، لكن رغم كل هذه الظروف ممكن أنتم تتعاونوا معهم بحيث أنه ترسلوهم، تطلقوهم لوجه الله، اعتبروهم عتقاء. يعني نحن في ديننا أنه نعتق الرقبة فيها أجر كبير، فاعتقوهم لوجه الله، اعتقوهم لوجه الله، كونوا أنتم الكرماء. يعني نحن هذا البلد الطيب، بلد مكة وبلد مدينة، ناس كثير استفادت منه من العالم. يعني رغم انه الان ممكن تشوه الناس سمعتكم، لكن انتم ما قصرتم، سنين كثيرة جدا ناس عاشت من ترزقت من رزقكم، عملت وربت اولادها وكسبت في بلدها وصارت اغنياء. يعني نحن المفروض ما ننسى افضالكم، نحن نقول جزاكم الله خير عن كل هذه السنين اللي الناس استفادت منها واللي ما زالوا الآن يستفيدوا منها كمان. لكن في نفس الوقت الآن هؤلاء الناس في مشكلة كبيرة جدا. آسف كل ما أتذكر أنا اللي قاعد يحدث يحزنني، لأني أنا في النهاية أنا أتخيل أنه أنا لو أولادي في المحنة هذه أو أولاد الآخرين، يعني أنا يحزنني جدا صراحة. والله لم أقصد، لكن مناظر الموجودة في السجن يعني يرثى لها أي إنسان. يعني من كتر الحر تشوف جسمهم كله يعني صار يطلع دم. طيب ليش كل هذا القسوة؟ ما هو بني آدمين زيهم زي أي غيرهم. بالله عليكم هؤلاء آسفة جدا والله لم يكن في برنامجي، لكن كل ما أتذكر هذا الوضع وناس كثير جدا اتصلوا علي، أنت كوني لهم صوت. أنا ما عندي مانع، بس قلت لهم أنا كيف أسمع ناس ملوك في السعودية، ناس مسؤولين في السعودية، مين أنا حتى يسمعوا كلامي؟ مين أنا؟ لكن هذا الرجاء اللي قالوا لي حبيت أوصل لكم صوتي. أي واحد، أي صحفي، أي إنسان له ضمير، اتقوا الله في هؤلاء الناس. نحن كمسلمين يعني قاعدين نشوه الإسلام بهذه التصرفات. يعني عيب علينا نحن كأمة إسلامية كانت تحكم الدنيا بالعدل، أصبحنا هذا هو شأننا، أصبحنا هذا هو، نحن نمثل الإسلام ونحن نمثل القرآن، نحن نمثل الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أسفا والله يعني شيء يخجل. نحن عايشين في أوروبا، يعني شالونا فوق راسهم، هم ليسوا مسلمين، أعطونا كل حقوقنا، ربوا معانا أولادنا، وهم دول مسيحية في الأصل، لكنهم استقبلوا كل الناس بغض النظر عن دينهم، بغض النظر عن أشكالهم. أنا عشت 35 سنة في السويد، عشت 5 سنوات في السعودية، كنت صغيرة جدا، لكن جيت هنا تربيت وأنا شابة، تربيت وأنا في عمر الآن أنا جدة، لي أحفاد، لي أولاد هنا في هذا البلد، وتربوا الحمد لله على الإسلام، ما حد أجبرنا على إنه نترك ديننا. فكيف تتقلب الموازين الآن بهذه الطريقة؟ كيف نحن نقول مسلمين وأعمالنا كلها ما فيها يعني تدل على أن احنا مسلمين حقيقيين؟ ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لما لا تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نحن نقول مؤمنين ومسلمين وكذا، ونتكلم وندعو إلى الله ونقول للآخرين أن الإسلام دين سمح ودين عدل، وما في عدالة في هذه الدول. ليش؟ أنا ما ألومكم، ظروفكم يعني أكيد أنتم أعلم بها، لكن أقل ما فيها يعني ارحموا هؤلاء الناس اللي في السجون. أمهات أطفالهم قاعدين يموتوا أمام أعينهم، يموت أولادها أمام أعينها، ما يقدروا يتنفسوا، ما يقدروا يجيبوا لهم أكل، ما يقدروا يجيبوا لهم حليب،
والسعودية معروفة بالكرم من زمان، لكن الآن الوضع الحالي هو صعب. فأنا يعني إذا ربنا أراد أن يوصلكم صوتي هذا، ووصلوا لي لكل العالم، لكل المسؤولين في العالم، كل الموجودين في الدول العربية، اتقوا الله في هؤلاء الناس. يعني نحن مشكلتنا مأساتنا مأساة جدا، يعني تكالبت علينا الدنيا، إثيوبيا، إريتريا، الجنود من الصومال، درون الإمارات، كلهم تعاونوا على أنه لازم يبيدونا. ليش كل هذا القساوة؟ أهل تجراي ما عمل ولا أي شيء، الناس ما عملت أي شيء، حتى لو في اختلافات في السياسة اختلفوا على كيفكم، لكن الناس إيش ذنبها؟ الناس البريئة اللي ما لها دخل في السياسة، ما عملت أي شيء، ليش يروحوا في الرجلين؟ ليش؟ يا أخي ارحموا الناس عشان ربنا يرحمنا. يعني والله إنها خلاص كلها علامات يوم القيامة، ما بقى شيء في هذه الدنيا يعني الإنسان يتأسف له إنه يعني يتمنى العيش فيه. حتى انقلبت كل الموازين. أنا ما عندي كلام كثير، هذا رجاء، يعني يا ريت توصلوا لي، خاصة اللي تعملوا في السعودية كلكم، في كل مكان شيروا لي وقولوا لهم أرجوكم 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 ارحموا هؤلاء الناس. يعني يا إما امسكوهم في سجون يعني ما يموتوا فيها، يكون فيها أكل ويكون فيها رحمة، ولغاية ما الوضع يتحسن في إثيوبيا ونشوف إيش الأوضاع كيف سايرة، اتركوهم هناك. يا إما نرجو من السودان أيضا أو من مصر إنه يستقبلوهم هؤلاء الناس، عفوا، إنه هؤلاء الناس سفروهم على هناك. والسودان يعني ما زال عندنا هناك ناس جاءوا لاجئين في السودان يستقبلوهم. السودان استقبلونا من زمان وما زالوا يستقبلونا، جزاهم الله خير. ومصر أيضا يعني فيها من التجارب ما أرسلوهم إلى إثيوبيا لأنه عارفين أوضاعنا. فبالله عليكم أنتم كمان يعني خليكم رحماء عشان ربنا أنتم كمان يرحمكم في الدنيا وفي الآخرة، ونحن نعطي صورة جميلة عن الإسلام. والله نحن خجلنا، أنا عن نفسي خجلت، لأنه أنا أعمل في الدعوة هنا 35 سنة أعمل في الدعوة في السويد، أقول لهم عن الإسلام إنه دين رحمة، إنه دين جميل جدا، إنه ما يقسي على أحد، إنه يحترم كل الناس. فالناس كثيرة جدا تقول لي هذا الكلام، وأنا أنا أخجل. لازم نفكر نحن إيش حنقول لربنا، إيش حنقول للرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لما نسأل عن هذه الأشياء. فبالله عليكم كل من يعلم، كل الدول العربية، أنا أرجو من كل الدول العربية، كل الدول الإسلامية، يعني ناصرونا وساعدونا. ونحن أهل النجاشي اللي ناصر الصحابة لما كانوا في محنتهم، استقبلهم، قال لهم هذه بلدكم، عيش زي ما انت عاوزين. نحن في تجراي نصارى ومسلمين، وما عندنا مشكلة مع إخواننا النصارى، عايشين مع بعض من زمان باحترام. فأما الآن يعني هؤلاء ناس كثير جدا ماتوا مننا. فبالله عليكم أستحلفكم بالله، يعني أناشدكم بالله إنه ترحموا هؤلاء الناس. أنا ما أقول لكم خلوهم يعيشوا هناك، ممكن يكونوا عملوا أشياء خطأ، ممكن يكونوا أشياء، لكن حاولوا إنه ترحموهم لهذه الفترة حتى يعودوا لبلدهم، حتى يكون لنا فرج بإذن الله تعالى. يعني جزاكم الله خير عن الفترات اللي قعدوا فيها واللي قاعدين الناس فيها كمان. والله ربنا يرزقكم انتم يعني خير الدنيا وخير الآخرة، وبارك الله فيكم. أنا ما عندي كلام تاني غير هذا، وجزاكم الله خير. وآسفة جدا على إني انفعلت، لأنه نحن عانينا 10 شهور من بدأت حرب على تجراي، ونحن نبكي ونعاني لأنه شفنا يعني اضطهادات، وشفنا قتلى، وشفنا اللي قطعوا رجليهم وإيديهم، اللي ماتوا، واللي النساء اعتدوا عليهم، واللي أطفال اعتدوا عليهم، واللي الرجال اعتدوا عليهم، أشياء كثيرة شفنا. والله دمينا، يعني ندمي، ما زلنا ندمي ونبكي، بكينا يعني الدم حتى الآن. فأنا يعني الآن من كثر ما الناس اتصلوا علي وأقول لهم طيب أنا كيف أوصل صوتي للسعودية، كيف أوصل أنا للملوك، كيف أوصل صوتي للأمراء. لكن أرجو من الله سبحانه وتعالى زي ما إبراهيم عليه السلام لما نادى في الحج وقال يا ربي كيف أوصل صوتي للناس كلها، قال له أنت ناديهم للحج
وأترك الباقي علي. وأنا أيضا هذا صوتي، وأترك لله سبحانه وتعالى أنه يوصل هذا الصوت للمسؤولين، وأنه يأتي الفرج بإذن الله على هؤلاء المسجونين، ويكون الكرم منكم أو الفرج منكم وأنتم أهل الكرم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.